عارفه ان كل انترو بتبقى اغرب من اللي قبلها، بس يعني استحملوني. المهم في فيديو النهارده هوريكم ازاي ممكن نعمل الكلاتش الجميله دي. فلو مهتمين كملوا الفيديو للاخر. عشان نبتدي الشنطه دي هنحتاج الفريم ده مقاس 20. هتلاقوه عند الناس اللي بتبيع الحاجات بتاعه الخيوط الكليم والحاجات دي. ابره مقاس 10، ابره تانية مقاس 5، ستيتش ماركس مقص. وهنحتاج تقريبا نص كيلو او اقل من خيط الكليم. بنبتدي نفتح الفريم بالشكل ده. بناخد بعد كده الخيط وبعدين نعمله اكس بالشكل ده كده، والخيط اللي هو بيكون في البكرة ده بنبتدي ان احنا ندخله هنا ونسحبه كده، بحيث ان احنا نعمل الحلقة دي اللي هندخل فيها الابرة. نبتدي ندخل الابرة فيها كده وبعدين نسحبها من هنا عشان تضيق على قد الابرة. بعدين بنجيب الفريم ومن اتجاه الزاوية اللي احنا بنقفل منها دي بنبتدي ان احنا نمسك الخيط بتاعنا والابرة ونحطهم على الفريم كده، وبعدين نسحب ده كده، بس نحاول نخلي الدنيا كلها مظبوطة. بعدين هنلف الخيط ده كده ونبتدي ان احنا نسحب الغرز بتاعتنا بالشكل ده. نلف الابرة كده ونعمل الخيط كده ونسحب الغرز بتاعتنا كده. نكررها تاني معاكم اهو. بنلف الابرة كده، نسحب الخيط كده، وبعدين نسحب الغرز، وبنفضل نكرر نفس الخطوة لحد ما نوصل لاخر الفريم من هنا. كده انا عملت الجزء الاول. ببتدي بقى ان انا اعد الغرز بتاعتي، لان الغرز اللي هنا لازم تبقى نفس العدد الغرز اللي الناحية التانية. فببتدي ان انا اعد من هنا. ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24. يعني هنا ده كله 24 غرزة. ببتدي ان انا اعمل غرزتين منزلقة بالشكل ده اهو. بلف الخيط على الابرة واسحب كده، وبعدين اخد واحدة تاني، وابتدي بقى على الناحية التانية. الغرزتين دول انا خدتهم عشان لما اجي اقفل ده يبقى فيه براح ليه، ما يبقاش الدنيا مزنقة. فهبتدي ان انا اشتغل 24 غرزة تانيين بنفس الطريقة اهو بالشكل ده كده. عملت نفس ال24 الناحية التانية. هبتدي بقى اعمل غرزتين منزلقة. ادي واحدة اتنين. بعدين هبتدي هنا في الغرزة دي اعمل غرزة حشو بالشكل ده كده، وفي الغرزة دي هبتدي ان انا احط ستيتش مارك اهو بالشكل ده، عشان اعرف ان هنا نهايتي. وابتدي ان انا في كل غرزة اعمل غرزة حشو كده. بدخل في الغرزة وبطلع منها كده. بدخل في الغرزة وبطلع كده. هفضل بقى اعمل غرزة حشو لحد ما اخلص اول 24 اللي هما دول. لما وصلت للغرزتين اللي احنا عملناهم منزلقة علشان المفصل، بنبتدي نعمل فيهم غرزة حشو واحدة. يعني بندخل تحتهم كده في الخرم ده ونسحب عشان نعمل غرزة حشو واحدة.
وبعدين بنبتدي ان احنا نشتغل في غرز الحشو ال24 اللي بعد كده. كده بيكون شكلهم من بره. بنفضل بقى نكمل لحد ما نوصل للحتة اللي فيها الستيتش مارك. غرزة الستيتش مارك هبتدي ان انا اعمل فيها غرزة واحدة كده، وبعدين هطلع بقية السطور بتاعتي. هشيل بس الستيتش مارك الاول كده واطلع السطر بتاعي بالشكل ده، وبعدين ارجع الستيتش مارك مكانها عشان بس ابقى عارفة ان دي النهاية اللي انا هقف عندها، وارجع اعمل نفس الخطوات في كل غرزة. غرزة حشو على طول بقى في النهايات دي، مش هعمل يعني هفضل ماشية كده داير ما يدور في كل غرزة غرزة حشو عادي لحد ما ابني البودي بتاعي واوصل للطول المناسب. كده خلاص انا وصلت للاخر. عملت هنا ادي 1 2 3 4 5 6 7 سطور، ووصلت لاخر نقطة بالشكل ده. ببتدي بقى ان انا اسحب الخيط بتاعي ده كده، وبعد ما سحبت الخيط هبتدي ان انا ادخل بيه الناحية دي من الغرزة دي كده، وبعدين اجيب الابرة الصغيرة وادخل تحت الغرزة بالشكل ده كده، واسحب الخيط. اسحب الخيط بالشكل ده كده. كده انا عملت النهاية والشنطة كلها بقت متساوية كده، كله شبه بعضه. بعدين بتني الشنطة زي البوكس كده واتأكد ان عدد الغرز اللي هنا زي عدد الغرز اللي هنا بالظبط. كل اللي انا عايزاه ان يبقى فيه شكل مربع كده، وعدد الغرز اللي موجودة هنا قد عدد الغرز اللي موجودة هنا. دلوقتي انا بعمل القاعدة، فبسيب الجزئية دي خالص لان دي اللي بتتربط في القاعدة، وبسيب الغرزة دي، وبعد كده في الغرزة دي ابتدي ان انا اشتغل. هحط الابرة كده، وبعدين هسحب الخيط بالشكل ده كده، واطلع سلسلة 2. بعدين في كل غرزة هبتدي ان انا اعمل غرزة حشو، وبالشكل ده كده عشان اطلع القاعدة بتاعتي. هشتغل بقى لحد الغرزة دي. قلت السطر كده وسبت من هنا دول، اشتغلت بالظبط 14 غرزة. هبتدي بقى بعد كده اني اعمل غرزة منزلقة كده، وبعدين الف الشغل بالشكل ده كده، وابتدي اني اشتغل في كل غرزة غرزة حشو. انا بس عايزة اطلع 3 سطور مش اكتر، وده كده السطر التاني. السطر التالت بكرر نفس الخطوة، بعمل غرزة منزلقة وبعدين الف الشغل كده، وفي الغرز دي ابتدي اعمل غرزة كده، اخر واحدة في السطر اللي انا عايزة اعمله، وخلاص بقى هقفلها كده. ده بقى بيكون الشكل، يعني ده المفروض هنتنيه كده علشان نقفل من هنا. بنعمل نفس الخطوات دي بقى الناحية التانية. الشكل ده بقى اكون عملت الجزء بتاع القاعدة اللي انا المفروض هطبقه كده واتنيه على بعضه. فانا هبتدي دلوقتي امسك الخيط ده واخيط بيه الجزئين دول سوا. امسك اي خيط من النهايات اللي انا عملتها وابتدي ان انا ادخله في الغرزة دي كده بالشكل ده كده، وبعدين الفه كده وادخل في الغرزة دي والغرزة اللي قصادها كده، واقوم سحبة الخيط كأني بخيط بالظبط. لو في ابرة تنظيف هتعملها معاكم بشكل اسرع. اهو هدخل هنا وهنا
وبعدين هسحب الخيط بالشكل ده. هدخل هنا وهنا وهسحب الخيط، وهفضل اكمل بنفس الطريقة لحد الاخر خالص. لو وصلت لاخر واحدة واخر غرزة هبتدي اخد الخيط بتاع النهاية التانية وادخله هنا كده، وبعدين هبتدي ان انا اسحب الخيطين لجوه من النص كده. هسحب ده هنا ومن هنا هسحب ده، عشان بعد كده اتوههم جوه الشنطة وما يبقاش باين منهم اي حاجة. ابتدي ان انا ادخلهم من الخرم ده كده. عشان بقى اقفل الجزئية دي هبتدي ان انا اجيب خيط، وبعدين بنفس الطريقة بالظبط هدخل ما بين الغرز كده واسحب الخيط كأني بخيط. بسيب طرف منه يكون طويل كده شوية، وببتدي ان انا اعمل نفس الحركة، بدخل هنا وبعدين هنا واسحب الخيط. بعدين بدخل هنا وبعدين في اللي قدامها وبسحب الخيط كده، وبفضل اعمل كده لحد ما اخلص الجزء بتاعي ده كله. وصلت للاخر كده ببتدي ان انا اسحب الخيط الاخير ده من جوه، يعني بدخل الابرة اطلعها كده من هنا والف الخيط واحاول اني ادخله جوه علشان اتوهه من جوه بالشكل ده كده. وبرضو الناحية التانية الخيط الزيادة ده بطلع الابرة من جوه كده وابتدي اني اشد الخيط واسحبه لجوه. نفس الخطوات في الجزء الفاضي ده اللي هو الناحية التانية. يعني نتوه بقى، بنيجي نحط الابرة تحت الغرز كده قريب من الخيط اللي احنا عايزين نتوهه. يعني اهو حطيت الابرة تحت الغرز وبعدين ببتدي ان انا اسحب الخيط ده تحت الغرز. مش بيبان من الناحية التانية، بالعكس ده بيتقفل عليه، يعني بيتقفل عليه من ناحية الغرز من الناحية دي بقى، من الناحية اللي جوه دي. اهو بحط الابرة كده وببتدي اني اسحب الخيط تحت الغرز بالشكل ده. وبعد ما بحس ان الخيط خلاص تاه ما بين الخيوط بجيب المقص واقصه على الاخر خالص كده. الشكل النهائي ليها لما بتتفتح، هي بتتفتح بتقل شوية، ده كده بيكون شكلها من جوه. اعتقد اني مش محتاجة اقول ان قد ايه الكلاتش شكلها تحفة جدا، وكمان هي مش بتاخد وقت خالص. تقريبا انا قعدت اشتغلتها في ساعتين بالظبط، وركبت لها الايد الحديد دي علشان هخرج بيها النهاردة. قولوا لي بقى رأيكم فيها في الكومنتس، وعجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب، واكتبوا لي في الكومنتات عايزين ايه فيديوهات الفترة الجاية.